استنى، وانا اديتك فلوس ولا انت اللي اديتني فلوس؟ ايوه، يعني مين فينا دائن ومين فينا مدين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده اوعدك ان بعد الفيديو ده انت مش هتقدر تتلخبط تماما في اي حاجه في قيود اليوميه بين المدين والدائن. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الحسابات. لو انت ما اتفرجتش على الحلقه بتاعت المره اللي فاتت لازم تتفرج عليها قبل الفيديو ده. ليه؟ لان المحاسبه مرتبطه ببعض. ما ينفعش ان انا اسمع المحاضره بتاعت النهارده وانا ما سمعتش المحاضره بتاعت المره اللي فاتت، لانها بتكمل بعض. تمام. في المحاسبه اي حاجه بتحصل ليها اثرين، يا مدين يا دائن. احنا ازاي بنسجل القيود اليوميه بقى؟ لينا طرف مدين وطرف دائن. هنا البيان انا اديتك خلفيه عنها المره اللي فاتت، النهارده هنشتغلها بقى. ده التاريخ. تمام. لو الحساب اللي احنا هنكتبه زاد يعني مدين، هنكتبه هنا اهو من حساب. لازم نكتب من حساب ونكتب الكود بتاعنا وبنسجل الرقم هنا اهو. ولازم يكون من حساب، لازم تكون على اليمين شويه. طيب الحساب وهو دائن لازم نسيب فراغ هنا ونكتب الى حساب الحساب بتاعنا، والرقم بتاعنا نكتبه في جهه الشمال في الدائن. ولازم هنا الرقم ده يساوي الرقم ده. تمام. تعال نشوف عملي. بيقول لك قام أحمد ببدء أعماله التجارية بمبلغ 100,000 جنيه وأودعها خزينة منشأته. يعني هو بدأ مشروعه التجاري وحط الفلوس ديت في الخزينة بتاعة المنشأة بتاعته. كلام جميل، ايه المشكلة؟ طيب هو هنا زاد في ايه وقل في ايه؟ انا كده لسه ببدأ المشروع بتاعي، لسه بنشئ المشروع بتاعي. حلو. هو اودعهم قال لك في الخزينة. تمام، يعني الخزينة من حساب الخزينة. ليه من حساب الخزينة؟ عشان الخزينة عندي زادت. تمام. بكام؟ 100,000 جنيه. يبقى احنا نكتب من حساب الخزنة 100,000 جنيه في المدين. طيب هو انا حطيتهم ليه؟ ال 100,000 جنيه دي انا حطيتهم ليه؟ عشان اعمل مشروعي. حلو. يعني انا دلوقتي عملت مشروع، يبقى انا سلفت المنشأة بتاعتي 100,000 جنيه. اذا المنشأة بتاعتي مديونالي انا كصاحب منشأة بال 100,000 جنيه. لو انت فهمت المرة اللي فاتت هتعرف قصدي ايه هنا. تمام. يبقى إلى حساب رأس المال. حساب رأس المال عند الزيادة أو عند النشأة عند البداية بيبقى دائن. ليه؟ عشان زاد. تمام. أدي كده ده أول مثال. تعال نشوف مثال تاني. تم شراء أساس نقدا بمبلغ 10,000 جنيه. حلو. أنا اشتريت أساس ب10,000 جنيه. هو هنا قال لي نقدا؟ تمام. يعني انا كان معايا 10,000 جنيه اشتريت بيهم اساس، اشتريت بيهم تكييف، اشتريت بيهم بورد، اشتريت بيهم اي حاجه. اصل الاساس ده اصل، وعند الزياده بتاعه الاصل بتبقى صح مدينه. حلو جدا. يبقى من حساب الاساس عشان الاساس زاد. طيب هو انا مش انا دفعت فلوس عشان اشتري الاساس ده؟ طيب يعني انا فلوسي قلت. ايه ده ليه؟ ما هو انا كان معايا 10,000 جنيه اشتريت بيهم اساس، رحت للراجل قلت له انا عايز اساس، فاديته فلوس 10,000 جنيه، قال لي خد الاساس بتاعك. انا زدت اساس قلت فلوس، والاتنين الحسابين دول اصل. كلام جميل. يبقى من حساب الاساس بال10,000 جنيه الى حساب الخزنه ب10,000 جنيه. كل حاجه بسيطه، هي دي المحاسبه على فكره، بسيطه جدا. طيب اشترت المنشأة أساس على الحساب بمبلغ 15,000 جنيه. يعني أنا اشتريت أساس بس ما كانش معايا فلوس، فقلت لصاحبي أنا أعرف أنت حبيبي
واوعدك ان اول ما يكون معايا فلوس هديك ال 15000 جنيه بتوعك. يعني هو مأمن لي وهو صاحبي، وانا ما مضيتش على كمبيالة ولا مضيت على وصل امانة. كلام جميل. يبقى من حساب الاساس الى حساب الدائنون. ليه؟ عشان انا هنا ما دفعتش فلوس، ما طلعتش فلوس من جيبي، ده انا معيش فلوس اساسا. بكام؟ ب 15000 جنيه. هنا ب 15000 جنيه، لازم ده يساوي ده. كلام جميل. تعال نشوف مثال تاني. باعت المنشأة نقدا بضاعة بمبلغ 200,000 جنيه. تمام. أنا هنا بعت بضاعة. يعني أنا كان عندي بضاعة بعتها، فطلع من عندي بضاعة، يعني البضاعة عندي قلت. بس إيه اللي أنا خدته من الراجل اللي قدامي وأنا ببيع له؟ فلوس. أنا ببيع بطلع بضاعة باخد فلوس، قال لي إيه؟ بشيك ولا نقدا؟ نقدا، يعني خزنة. نقدا خزنة، شيك بنك. تمام. يبقى من حساب الخزنة. ليه من حساب الخزنة؟ عشان أنا الخزنة عندي زادت. تمام. بال 200,000 إلى حساب المبيعات. صح، 200,000 جنيه. نشوف مثال تاني. باعت المنشأة بضاعة للعميل أحمد بس على الحساب. يعني أحمد ما كانش معاه فلوس. إحنا كده على فكرة بنعمل إيه؟ إحنا كده بنحلل. يعني إيه بنحلل؟ يعني إحنا بنشوف قيد اليومية بيتكلم عن إيه وإحنا بنحلله، بنخرج الحسابات منه، بنعرف ده حساب إيه ده حساب إيه. تمام؟ طيب، باعت المنشأة بضاعة للعميل أحمد على الحساب بمبلغ 5000 جنيه. حلو. يبقى احنا بعنا بضاعة لأحمد ب 5000 جنيه بس على الحساب. أحمد معهوش فلوس، فاحنا قلنا لأحمد خلاص يا أحمد أنت صاحبي وحبيبي، لما يبقى معاك فلوس ابقى ادهم لي، بكرة أو بعده يا عم ابقى ادهم لي. اتفقنا؟ ماشي. يبقى احنا إيه اللي زاد عندنا؟ العميل أحمد ده خد بضاعة من حساب المدينين. كام؟ 5000 جنيه. يبقى إلى حساب المبيعات. حلو. تعال نشوف مثال تاني. حصلت المنشأة على إيراد عقار بمبلغ 300,000 جنيه نقدا. حلو. هو احنا هنا الإيراد دي خدمة، إيراد عقار. تمام ماشي. هو الإيراد ده زي ما احنا قلنا برضه المرة اللي فاتت، الإيراد ده بيخص رأس المال، بيأثر في رأس المال، يعني بنعامله معاملة رأس المال. تمام كده؟ حلو. احنا هنا زدنا في ايه وقلنا في ايه؟ احنا اخدنا فلوس اهو. احنا عملنا في ايراد عقار دخل لنا، فاحنا اخدنا فلوس. كام؟ 300,000 جنيه نقدا. يبقى اللي زاد عندنا الخزنة. كلام جميل، حلو جدا. يبقى من حساب الخزنة ال 300,000 جنيه. طيب ايه اللي قل عندنا؟ لا هي ما قلتش، هي زادت. احنا دخل لنا ايراد، والايراد بطبعه لما يزيد يبقى دائن ولما يقل يبقى مدين. حلو. يبقى إلى حساب الإيرادات. حلو جدا. تعال نشوف مثال تاني. دفعت المنشأة رواتب العاملين بمبلغ 60,000 جنيه نقدا. هي رواتب العاملين دي إيه؟ مصروفات. أنا بصرف، طلعت فلوس للموظفين. حلو. إحنا دفعنا فلوس للعمال اللي هي الرواتب بتاعتهم بمبلغ 60,000 جنيه نقدا. حلو. يبقى احنا قلينا ولا زدنا في الفلوس؟ يعني الفلوس بتاعتي قلت ولا زادت؟ قلت. ليه؟ عشان انا طلعت منها وصرفت. طب صرفت لمين؟ صرفت للرواتب بتاعت العاملين. حلو. يبقى من حساب المصروفات اللي هي بتاعت مين؟ رواتب العاملين. 6000 جنيه. المفروض 60,000. هنا ناقص صفر. ماشي. الى حساب الخزنه. ليه؟ عشان الخزنه بتاعتي قلت، ما انا طلعت فلوس بقى خلاص. تمام. يبقى لازم دي تساوي دي برضه. هنا ايه؟ ناقص صفر. تمام. ولو انت في حاجه مش فاهمها ابعت لي، ما تتكسفش. تمام. تعالى بقى ناخد مثال شامل في كل حاجه.
نحله مع بعض. بيقول لك في واحد واحد بدأت المنشأة أحمد للسيارات هي هتعمل مشروع سيارات. أحمد هيعمل مشروع سيارات، هيبيع سيارات. عمل رأس ماله قدره، كان معاه رأس مال قدره 200,000 جنيه. طيب هو ال 200,000 جنيه ديت كانت معاه فلوس؟ مش عارفين لسه. قال لك منها 9500 أراضي، 9500 أراضي، و80,000 نقدية، و25,000 معدات. قال له ماشي، طب تعالى كده نشوف القيد. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ليه القيد عامل كده؟ هفهمك حاجة. عندنا لما احنا فوق خدنا او عملنا المشروع برأس مال وليكن 1,000,000 جنيه وقلنا نقدا سكتنا خلاص، يبقى احنا كان معانا فلوس حطيناها في الخزنة، فالخزنة زادت تبقى مدينة، ورأس المال زاد فهيبقى دائن. هي المعاملة ومعاملة. حلو. بس هنا هو قال لي انا عملت مشروع بمعدات، بفلوس، بقرض، اي حاجه. بص هو قال لك كذا حاجه. طيب لما يقول لي كذا حاجه او انا هسجل في القيد كذا بند، لازم اقول من مذكورين لو هو مدين. احنا كده كده عارفين لو احنا في المدين بنكتب من حساب ودائن الى حساب. حلو. لو هو بقى قال لك كذا حساب انت هتكتبهم، انت شايف ان انت هتكتب كذا حساب في جهه اليمين اللي هي المدينه، لازم تكتب من مذكورين زي كده اهو، من مذكورين. وبعد كده لما تيجي تكتب هنا ما تكتبش من، لا خلاص، ما انت كتبتها كده كده فوق، انت كده كده كتبتها فوق خلاص. هي من مذكورين بتكتب مره واحده، وبعد كده تكتب حساب 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 حساب، ان شاء الله يكونوا 100 حساب، اكتبهم تحت بعض برضو تحت بعض في اليمين. طيب لو انا العكس بقى، يعني مثلا لو انا خدت قرض، فالقرض دوت مديونيه عليا، فانا هكتبها مع راس المال. تمام، هنشوف برضو ده فيما بعد. القرض انا هكتبه مع راس المال، فبرضو لما اجي اكتب الدائن هكتبه الى مذكورين، واكتب الى حساب كذا الى حساب كذا. تمام، هنشوف برضو كل حاجه عملي مع بعض. حلو. هو هنا عمل المشروع بتاعه باراضي ونقديه ومعدات، يعني هو كان مجزأ راس ماله لثلاث حاجات. اراضي، حساب الاراضي 95,000، والنقديه اللي هي الخزنه، المفروض هنا الى حساب الخزينه مش النقديه، حساب الخزينه 80,000 جنيه، والمعدات 25,000 جنيه. طيب انا لو جمعت دول لازم يكونوا يساووا الرقم ده، لازم الرقم ده يساوي الرقم ده. طب لو الرقم ده مش قد الرقم ده، اذا انت عملت حاجه غلط، سجلت حاجه غلط. تمام. تعالى نشوف المثال اللي بعده. بيقول لك في 2/1 تم شراء سيارة بمبلغ 50,000 جنيه من الشركة الوطنية، دفعنا منها 200,000 جنيه نقدا، والباقي وقع على كمبيالة مستحقة الدفع خلال 3 شهور. ايه يا عم القيد ده كله؟ ايه يا عم الكلام ده كله يا عم؟ ما تقلقش، تعالى نحللها. هو بيقول لك هنا ايه في 2/1؟ ماشي، ده التاريخ. حلو. احنا اشترينا سيارة بمبلغ 50,000 جنيه. اشتريناها من مين؟ من الشركة الوطنية. حلو. دفعناها؟ احنا دفعنا منها، يعني مش كلها، هي 50 دفعنا منها 20 بس. طب وال30 اللي هو الباقي؟ الراجل اللي احنا اشترينا منه اللي هو الشركة الوطنية ده ما يعرفناش، ما بيحبناش، فقال لنا باشا خد كمبالة امضي وابصم، بعد 3 شهور لازم تدفعها. دفعت في اول شهر، تاني شهر، تالت شهر، براحتك، اهم حاجه ما تتعداش ال3 شهور. حلو، ماشي، مش موضوعنا ده دلوقتي. المهم ان هو خلانا نوقع على كمبياله. احنا هنا اشترينا سياره، يبقى السياره عندنا زادت. حلو اهي بال50,000، واحنا هندفع صح، يعني احنا هيجي وقت وهندفع، تبقى اوراق دفع. طب لو احنا بعنا يبقى احنا هنقبض فيما بعد، تبقى اوراق قبض. حلو. انا بخليك ليه ما بكملش الجمله عشان انت تكملها، انا عايزك انت تجاوب معايا، تتفاعل معايا. اي حاجه مش فاهمها
ابعت لي على الواتساب على طول. حلو، يبقى احنا زدنا في حساب السيارات يبقى 50,000 جنيه. طب ايه اللي احنا دفعنا؟ احنا كده الفلوس بتاعتنا قلت، النقديه بتاعتنا قلت. المفروض هنا خزينه الى حساب الى مذكورين. ليه الى مذكورين؟ عشان احنا حصل معانا حاجتين. احنا دفعنا فلوس منها، يعني احنا اشترينا سياره ب50,000، دفعنا منها 20,000 بس. طيب والباقي 30,000 احنا وقعنا على كمبياله. طب الكمبياله دي ايه؟ احنا هندفعها فيما بعد، تبقى اوراق دفع. حلو. حساب الخزنه 20، والباقي احنا برضو هنحسبها. ما احنا قلنا لازم الرقم ده يبقى هو قد ده. فوق ما قلناش ان الباقي 30,000 على فكره. احنا اللي جبنا الرقم بتاع 30,000. طب احنا جبناه منين؟ لان ده 50,000 والخزنه 20,000، يبقى الباقي كام؟ 30,000. حلو. ولازم بص احنا كتبنا هنا ايه؟ الى مذكورين، وبعد كده بنكتب حساب بس كده. طيب برضو ماشي. بعد كده في 3/1 اليوم اللي بعده اشترينا آلات. تم شراء آلات بمبلغ 40,000 جنيه. 40,000 جنيه من الشركة المصرية على الحساب. كده الشركة المصرية ديت حبيبتنا. ليه؟ عشان ما خلتناش نوقع على حاجة. حلو. يبقى تم شراء آلات بمبلغ 40,000 جنيه. ماشي. أنا اشتريت آلة، يبقى الآلة عندي زادت. يبقى احنا من حساب الآلات 40,000 جنيه. ليه؟ عشان أنا هنا اشتريت آلات، الآلات عندي زادت. طب أنا دفعت فلوس؟ لا، أنا ما دفعتش حاجة. أنا قلت لصاحبي أنا يا باشا هجيب لك الفلوس ديت خلال يومين. خد كلامي ثقة، أنا واثق فيك يا معلم. خلاص تمام اتفقنا. يبقى إلى حساب الدائنين اللي هي الشركة المصرية. حبيبتي شركة مصرية. تمام. تعالى القيد اللي بعده. وخلي بالك ان احنا في المثال اللي جاي هنرجع للتاريخ ده تاني. فدايما القيود اليومية مرتبطة ببعضها، في احداث بتترتب. تمام. فخلينا لازم دايما نكون مركزين في المحاسبة مش عايزة ابدا حفظ، عايزة بس 5 جنيه تركيز منك. 5 جنيه تركيز وتفهم. طول ما انت فهمت الحسابات وطبيعتها ايه، انت هتعرف تعمل كل حاجة لوحدك، هتتشقلب كده لوحدك في المحاسبة. تمام؟ ماشي. في 5/1 بعدها بقى بيومين، في 5/1 تم الحصول على قرض من البنك الأهلي بمبلغ 100,000 جنيه نقدا. يعني أنا كنت عايز فلوس مش معايا، فرحت للبنك الأهلي قلت له والله يا بنك أهلي أنا عايز منك آخد قرض بعد إذنك، ممكن؟ قال لي تمام ماشي. طب عايز القرض كام؟ قلت له والله أنا محتاج 100,000 جنيه. قال لي تمام، هحطهم لك في الحساب بتاعك ولا تاخدهم كاش؟ قلت له لا والله أنا عايزهم كاش. قال لي طب اتفضل. فأنا خدتهم حطيتهم في الخزنة. تمام؟ ماشي. هل القرض دوت حاجة مدينة ولا حاجة داينة؟ لا، القرض ده حاجة داينة. ليه حاجة داينة؟ لأن هو زود المديونية اللي عليا أنا كمنشأة زود المديونية. حلو. يعني احنا هنحطه في جهة ايه؟ اليمين ولا الشمال؟ مدين ولا دائن. طب ايه اللي احنا هنحطه مدين؟ الفلوس، الخزنة. ليه؟ عشان الخزنة بتاعتي أنا خدت فلوس من البنك ففلوسي زادت في المنشأة، إنما اللي زاد عندي تحت في الدائن القرض، والقرض مديونية عليا، فإذا دائن. تعالى نشوف أهو. من حساب الخزنة، المفروض خزنة، من حساب الخزنة كام؟ بال100,000 جنيه اللي احنا خدناهم من مين؟ البنك الأهلي، اللي هي إيه؟ قرض من البنك الأهلي. يبقى من حساب الخزنة إلى حساب قرض البنك الأهلي بكام؟ ب100,000 جنيه. والله في أسهل من كده؟ مفيش. يعني بص، حاجات سهلة جدا جدا. تعالى نشوف آخر مثال معانا. بعدها بيوم في 6/1 أصدر فواتير خدمات صيانة للعملاء نقدا بمبلغ 40,000 جنيه. هو احنا سمعنا الكلمة دي فين؟ أنهي كلمة؟ الخدمات. هو احنا مش قلنا المرة اللي فاتت إن الإيراد خدمة؟ احنا بنقدم خدمة. حلو.
يعني الخدمه هنا ده كده حساب ايه؟ الايرادات. فهمت التحليل؟ احنا كده ايه؟ بنحلل، بنترجم الكلام ده، بنترجمه محاسبيا. الكلام ده مكتوب عربي، احنا بنترجمه باللغه بتاعتنا كمحاسبين. تمام كده؟ احنا اصدرنا فواتير خدمات، يعني احنا قدمنا خدمه للعملاء بتوعنا، خدمات صيانه، وخدنا فلوسها نقدا بكام؟ 40,000 جنيه. كده ايه اللي زاد عندنا وايه اللي قل؟ احنا قدمنا خدمه، الخدمه دي ايراد، الايراد طبيعته لما بيزيد دائن، يبقى في الدائن هنكتب ايه؟ الى حساب خدمات صيانه اللي هي ايرادات، يعني اكتب ايرادات وفي قوسين كده خدمات صيانه بكام؟ بال40,000. طيب والمدين، احنا خدنا فلوس من العملاء، احنا خدنا فلوس من العملاء، يعني زدنا الخزنه بتاعتنا، زادت اللي هي قال لي نقدا بكام؟ بال40,000. طيب في 7/1 تعال نشوف الكود الاول اهو، من حساب النقديه 40,000 الى حساب ايراد خدمات صيانه ب40,000. تمام. تعال نشوف اللي بعده. في 7/1 بعدها بيوم، قدمت المنشأة خدمات صيانة برضه لشركة الحسن على الحساب. على الحساب يعني احنا عملنا خدمة صيانة لشركة الحسن بس ما خدناش منها فلوس. ليه؟ حسن ده صاحبي، حسن ده اخويا اصلا، فانا واثق فيه. قلت له حسن ما تدفعش، بكره ولا بعده لما يبقى معاك فلوس بقى ادفع، احنا اخوات يا ابني. حلو. يبقى اهو خدمات صيانة لشركة الحسن على الحساب، قدرها كام؟ 80,000 جنيه. تعال القيد بتاعنا من حساب المدينون. ايه ده؟ ليه مش خزنة؟ ما انا ما خدتش فلوس من حسن، قلنا حسن ده اخويا، فانا ما خدتش منه فلوس، فمن حساب المدينون. طب ليه مش دائنون؟ لان العملاء بتوعي مدينون، انما انا لما اشتري حاجة على الحساب من المورد يبقى دائنون، عشان ما نتلخبطش. خلينا في القيد بتاعنا. من حساب المدينون اللي هي مين؟ شركة الحسن. كام؟ 80,000 جنيه. حلو. إلى حساب، احنا قدمنا خدمة صيانة لشركة الحسن، قدمنا ليها خدمة صيانة، خدمة الصيانة إيرادات، إلى حساب إيراد خدمات الصيانة. تمام. القيد اللي بعده، بص بقى في 8/1 تم سداد المستحق للشركة المصرية نقدا. ايه ده؟ فين الفلوس؟ طيب يعني انا اكتب في القيد ايه؟ فين الرقم؟ الفلوس اللي احنا دفعناها كام؟ انا ايش عرفني؟ هجيبها منين انا؟ تعال انا اجيبها لك. تعال نطلع كده في المثال اللي بعده. مش احنا قلنا هنرجع لقيد 3/1؟ هو هنا احنا اشترينا آلات بمبلغ 40,000 جنيه من شركة المصرية، وهو هنا قال لي شركة ايه؟ قال لي هنا شركة ايه؟ الشركة المصرية. يعني القيد ده بيخص القيد اللي فوق. تمام. تعال نشوفه تاني نراجعه عشان نعرف احنا نسجل القيد اللي بعده ايه. احنا في 3/1 اشترينا آلات ب40,000 من الشركة المصرية بس على الحساب، كان على الحساب بتبقى دائنون. طيب لما انا بقى ربنا يفرجها عليا وادفع الفلوس اللي عليا، هاخد كلمة الى حساب الدائنون، احولها من، اشيل كلمه الى حساب ديت واخليها من حساب الدائنون، اخليها في المدين. ايه ده ازاي بقى؟ انت بتقول الدائنون هتخليها في المدين؟ طب ليه؟ عشان انا كان عليا مديونيه، يعني انا كان عليا مديونيه للشركه عشان انا اشتريت آلة ما دفعتش فلوسها. قلت ايه؟ على الحساب، لما يبقى معايا فلوس وربنا يفرجها هبقى ادفع لك الفلوس بتاعتك. تمام؟ فكده انا عليا مديونيه سجلناها الى حساب الدائنون. طب انا بقى خلاص بقى دخل لي فلوس وعايز اسدد اللي عليا، فانا هدفع الفلوس اهو، هدفع الفلوس، يبقى حساب الدائنون ده قل. ما هو بطبيعته لما بيزيد يبقى دائن. طب لما يقل نطلعه بقى مدين بنفس الاسم، ما هو اسمه الى حساب الدائنون. تعالى بقى اهو اهو
من حساب الدائنون. الدائنون انا دفعت نقدا ولا بشيك؟ نقدا، يبقى الى حساب النقديه. ليه؟ عشان فلوسي قلت، دفعت المديونيه اللي عليا، دفعت المديونيه اللي عليا، فالمديونيه قلت، وعند ما المديونيه بتقل بسجلها في المدين. المديونيه هي الدائنون. حلو اهو، بال40,000 جنيه. ايه ده؟ طب انا جبت الرقم ده منين؟ من المثال اللي فوق اللي هو في تاريخ 3/1. مش كنت اشتريت آلة بمبلغ 40,000؟ هي دي. تمام. تعالى نشوف المثال اللي بعده. في 9/1 تم سداد المصروفات التالية. يعني أنا دفعت مصروفات. إيه هي طب المصروفات اللي أنا دفعتها؟ قال لي 10,000 دعاية وإعلان و15,000 مرتبات. طب أنا دفعتهم نقدا ولا بشيك؟ قال لي نقدا. حلو. دلوقتي المصروفات بطبيعتها ايه؟ مدينة، لما بتزيد مدينة. تمام. يبقى من مذكورين. الله، ليه من مذكورين؟ ما انت قلت مصروفات هتكتب من حساب مصروفات وخلاص. لا، ما ينفعش يكون هو كاتب لي المصروفات بتاعتي بندين دعاية وإعلان ومرتبات وأنا أجمعهم وأحطهم في حساب واحد وأكتب عليه مصروفات. هو مديني ليه حسابين؟ هو ليه مديني حسابين؟ اللي هو حساب الدعايه والاعلان والمرتبات، عشان انا اكتبهم له كل حاجه في حساب، اصنف الحاجه بتاعتي. ما ينفعش اجمعهم واحطهم في حساب. هو انا عارف ان هما الاثنين تبع المصروفات، بس ما ينفعش ان انا اجمعهم هما الاثنين واحطهم في المصروفات. امتى اسجلهم هما الاثنين في حساب المصروفات؟ لو هو ما قاليش، لو هو ما قاليش ان ديت دعايه واعلان وديت مرتبات. لو هو كتب لي كلمه مصروفات يبقى ناخد المصروفات. طب هو قال لي المصروفات بتاعتك عباره عن مرتبات ودعايه واعلان، يبقى انا اكتبهم له من مذكورين، حساب الدعايه والاعلان، حساب المرتبات. حلو. يبقى هنا اهو من مذكورين، واوعى تنسى الكلمه دي. انت لو نسيت الكلمه دي يبقى انت كده كل الكود بتاعك غلط. يعني انت لو نسيت الكلمه دي كده الكود بتاعك حتى لو انت كاتبه صح فهو غلط. غلط. لازم من مذكورين، حساب الدعايه والاعلان، حساب المرتبات. احنا عملنا الدعايه، دفعنا الدعايه والاعلان بكام؟ ب 10,000 جنيه. طب والمرتبات دفعناها بكام؟ ب 15,000 جنيه. طيب احنا دفعناها ايه؟ نقدا ولا بشيك؟ نقدا. يبقى خزنه الى حساب الخزنه بكام؟ هنجمع بقى دول اهو. ال 10,000 وال 15,000 كام؟ 25,000. لازم الرقم ده يساوي الرقم ده. تمام. تعالى نشوف الكود اللي بعده. في 10/1 اليوم اللي بعده تم تحصيل. تحصيل يعني حصلنا، يعني أخدنا 50,000 نقدا. من مين؟ من المستحق على شركة الحسن. حسن صاحبي. تمام. تعال نشوف كده الحسن ده كان فين. اهو في 7/1 قدمت المنشأة خدمات صيانة لشركة الحسن على الحساب بمبلغ قدره 80,000 جنيه. احنا عملنا، لو نفتكر، عملنا خدمة صيانة لحسن على الحساب عشان ما كانش معاه فلوس. انا ما بذلكش يا حسن، انت ما كانش معاك فلوس فعلا. بكام؟ 80,000 جنيه. حلو. بس بعد كده هو يعني هو ربنا كرمه، بس برضه لسه معهوش ال 80، لسه معهوش ال 80,000 ولا 8,000. هو معاه حاليا ال 50,000 بس. احنا كنا عملنا له الخدمة الصيانة ب 80,000. ما خلاص بقى، لا مؤاخذة، كنا عاملين له خدمات الصيانة ديت ب 80,000. لما ربنا كرمه ب 50,000 بس، لسه ما جمعش ال 80. قال لي بص خد ال 50 ديت تصبيرة يومين كمان ويرجع لك الباقي، ال 30,000 اللي باقيين لك. قلت له يا عم مش مشكلة، احنا اخوات حسن. حلو. في اهو خدنا 50,000 بس. خدناها ايه؟ نقدا. من مين؟ شركة الحسن. طب احنا كده زدنا في ايه؟ في الخزنة. ايه ده ليه؟ عشان احنا خدنا من حسن فلوس. خدناها نقدا، الخزينة بتاعت الشركة زادت. يبقى من حساب النقدية 50,000 جنيه إلى حساب المدينون. إيه؟ مدينون؟ ليه مدينون؟ المدينون دي مدينون، يعني المفروض تبقى في المدين. انت حاططها لي في الدائن؟ ليه؟ ما هو احنا فوق شركة الحسن كانت ايه؟ بص هنا كده اهو،
من حساب، خلاص بقى، من حساب مدينون. ليه؟ عشان هو ما كانش معاه فلوس. لما ربنا كرمه هخلي المدينون ديت بقى زي ما هي، بس انقلها في جهة الشمال اللي هي الدائن تحت. حلو. يبقى من حساب النقدية اللي هي الخزينة، من حساب الخزينة ال50,000 عشان احنا زدنا فلوس. طيب حسن كان عليه مديونية، كان أنا ليا عنده 80,000، بس دلوقتي هو لما دفع ال50,000 حسابه عندي قل، فيتسجل مدينون بس فيه الدائن. أنا عارف إن أنت ممكن ما تكونش فاهم النقطة دي، هعيدها لك تاني بطريقة أحسن. أنا هنا سجلته مدينون عشان قال لي على الحساب، على فكرة هي فكرة الدائنون برضو اللي كانت فوق بتاعت شركة المصرية، هي الفكرة. لما هنا أنا كان عندي في المثال اللي قبله في شركة المصرية كان عليه ديون، فاحنا سجلناها دائن، بس لما الديون بتاعته قلت فأنا سجلتها مدين. حلو. نفس الكلام بقى في المدينون، هو عليه مديونية ليا. طيب لما الديون اللي عليه تقل، هو دفع خلاص، هو دفع لي 50,000 جنيه، الديون اللي عليه قلت، فأنا هخليها مدينون برضو بس إلى حساب في الدائن. لو مش فاهم ابعت لي أشرحها لك لحد ما تفهم. حلو. تعالى نشوف آخر قيد. بيقول لك بقى في 11/1 صاحب المنشأة بتاعنا البي خد فلوس. ايه ده؟ انت تاخد فلوس ليه ان شاء الله؟ انت مين انت عشان تاخد فلوس؟ سحب صاحب المنشأة 25,000 جنيه لمصروفاته الشخصية. ايوه، انا مالي بقى؟ انا كصاحب منشأة، انا كمنشأة محاسب في منشأة، انا مالي بقى؟ انت صاحب منشأة عايز تاخد فلوس يعني بالنسبة لك عادي كده الدنيا سبهللة؟ لا طبعا، انا كمحاسب مسكوتش، لازم اسجل دي كده اليومية. اسجلها ايه؟ ما هو سحب، يعني فلوسي في المنشأة قلت، الفلوس اللي في الخزنة قلت. طب ايه اللي هو استفاد بيه؟ هو سحب، صاحب المنشأة سحب، تبقى مسحوبات، بتتعامل معاملة المصروفات. تعال نشوف كده اهو. من حساب المسحوبات. يعني ايه مسحوبات؟ يعني سحب. امتى اقول مسحوبات؟ لما صاحب المنشأة يسحب فلوس من حساب المسحوبات ب25,000 جنيه إلى حساب النقدية 25,000 جنيه، لازم الرقم ده يساوي الرقم ده. كده احنا عرفنا ازاي نسجل قيود اليومية بكل بساطة وبكل سلاسة. كده انت عمرك ما هتعرف تتلخبط ابدا بين المدين وبين الدائن. لو حاسس نفسك ان انت لسه متلخبط شوية، ده شيء طبيعي، ما تقلقش. ليه؟ انت اول مرة بتدرس المادة دي، انت ما تعرفش حاجة عن المادة دي اساسا، احنا لسه بنبنيك كورس تأسيسي. بس انا بوعدك ان انت لو مش فاهم حاجة، اي حاجة ايا كان، حتى لو حاجة في دماغك انا ما قلتهاش، ابعتها لي على الواتساب اشرحها لك بالتفصيل لحد ما تفهم. ما تقلقش من اي حاجة، انا في ظهرك. واوعى تنسى ان طول ما انت مع العبد لله هتبقى التوب. حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.